نحيي ونرحب بسي اسماعيل. اهلا وسهلا بك با اسماعيل. السلام عليكم خويا يوسف، مرحبا بي عندك. كنبغي نحيي المشاهدين ديالك كاملين، وتبارك الله عليك بهذا اللايف ديالك ضفتي لنا واحد الاضافه اللي هي جديده، وضفتي للمشهد الكروي عامه والمشهد الودادي خاصه. وحنا كيف ما قلت لك كنفتخروا بك وكنفتخروا بجميع الصحفيين الوداديين اللي كيمثلوا الجماهير الوداديه يعني في كاع المحافل الكرويه. وشكرا لك على الاستضافه خويا يوسف. وتحيه لي. عرفتي تنشوف دابا البلاتفورم، تنشوف بهذه القيمه وهذا يعني هذا الاخراج بودكاست جميل جدا احترافيه غنقولوا. فتبارك الله عليك اسماعيل، لانه انا صراحه بديت كنتبعك من يعني مؤخرا، فهذاك الشيء اللي كدير تبارك الله عليك. وكاين نقاش فاسماعيل الودادي العالم الاحمر، وحينما نقول العالم الاحمر نقول انه الوداد بخير بالرجالات ديالها اللي كيوقفوا معاه في الاعلام، وما تمشيش نقول الاعلام والصحافه، فتنقولوا حتى الفضاء يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي كنشوفوا ناس كيخدموا كيديروا دي قنوات يعني. فتحيه لاسامه، كذلك اسماعيل، كاين سفيان ماكوك اللي كيبذل مجهود كبير صراحه، تحيه سفيان. فكاين بزاف الناس اللي داروا هذا الكونسيبت وهما يدافعون ويناقشون ويشجعون. هذا هو الأهم، يشجعون الوداد الرياضي ويدافعون كذلك عن الوداد الرياضي. فهناك أفعال، هذه الأفعال هي من أجل النهوض بالمشهد الكروي، وكذلك من أجل نقولوا النقاشات الهادفة، النقاشات اللي كتعطيك منتوج فكري زوين، وأنه نوروا المتابعين. هذا هو الهدف من دائما هذا لي لايف اللي كنديروا. فالبودكاست الرياضي هو بودكاست جوج مرات في الاسبوع، لكن كيكون واحد الصله تواصل مع هذه العائله اللي كتفرج فينا دابا. سي اسماعيل، اكيد خويا يوسف، دابا اللي هضرتي انت قلتي مجموعه من المعلومات القيمه الصراحه، ومنها اهم حاجه هي الدفاع على هذا الكيان اللي كنفتخروا به حنا كاملين كوداديين، وكنفتخروا بالانتماء لهذا الصرح الكروي الكبير. ف للاسف ومع كامل الاسف كنشوفوا بان هذا الفريق يعني في هذه السنوات الاخيره فهو يحارب بواحد الشكل اللي هو كبير، ولا حياه لمن تنادي. كتلقى بان مثلا الى شتي اخويا يوسف معايا حتى الصحفيين الوداديين اللي كيعلنوا على الانتماء ديالهم بحال هكا، يعني كما تنقولوا بوجه احمر، وكيفتخروا بهذا الانتماء هذا، فهما قلال بزاف يعني كيتعدوا على رؤوس الاصابع. هذا الشيء اللي خلى هذه الموجه ديال المؤثرين انها بحال قلتي وصل السيل الزوبه. يعني كان واحد الانفجار ديال المواهب في هذه السنوات الاخيره بالنسبه للمؤثرين الوداديين، وهذا الشيء اللي خلى خويا يوسف النقاش يكون هادف وبناء. ما بقيناش كنشوفوا الحمد لله يعني في عديد الصفحات الوداديه ما الى ذلك، المجموعات الى غير ذلك، كنشوفوا واحد النقاش اللي هو هادف. واهم حاجه الهدف انا بالنسبه لي هو يكون مفهوم العائله فعلا وقولا، ماشي غير قولا، ولكن نرسخوا هذه الثقافه ديال العائله بيناتنا حنا كوداديين، ونحاولوا نعاونوا بعضياتنا لا على المستوى الشخصي وعلى المستوى يعني الكروي. نديروا يعني كنحاول ما امكن انا في الكونسيبت ديالي انني ناخذ اتصالات مع الجماهير ونناقش معهم، وحتى اللي كيكونوا عنده افكار سلبيه كنحاول انني نابسور بهذاك الغضب اللي كيكون مورا المقابلات، ونحاولوا يعني حتى حنا كجمهور. دابا حنا الفريق كامل كيغير الجلده ديالو، فحتى حنا خصنا نغيروا الجلد ديالنا كجماهير، ونحاولوا نفكروا بطريقه مختلفه. واهم حاجه في هذه الفتره بالنسبه لي هي الايمان بثقافه المشروع اخويا يوسف، اللي ما كنشوفوهاش الا لاحظتي في هذه 10 سنوات الاخيره، سيرتو في الفتره الناصريه كما كنسميها انا، فتره سعيد الناصري الله يفكو حيلو. ما كناش كنشوفوا بان الجماهير عندها ذاك الصبر. وصلنا لخمسه مدربين في عام واحد، فهادو يعني بغينا حنا كجماهير نتعلموا من الاخطاء ديالنا حتى حنا، ماشي غير الاداره، حتى الجماهير تعلم من الاخطاء ديالها، ونحاولوا ما امكن على اننا نكونوا ايجابيين اكثر من سلبيين. فاذا شفتي مؤخرا الاداره ديال السي هشام ايتمنى، فهي جات بمشروع اللي هو جديد، مشروع اللي عنده رؤيه كبيره على مستوى الهيكله الكرويه والاداريه، يعني غير باش دير هذا الشيء هذا كامل يعني في واحد نقولوا شهرين تقريبا وشي يامات باش جا السي هشام ايتمنى. فهو خدم على بطائق الاشتراك، وخدم على ان مركب وينيس انه
يتنقلوا اللاعبين انهم ياخذوا التدريبات ديالهم في مركب ويلنس، خدم على ايضا الانتدابات، خدم على مجموعه من الحوايج في الاداره. فما يمكنش انت تطلب واحد الشخص يعني ما عندوش بطونه كما تنقولوا. فمن المنطقي، وانا هو هذا الميساج اللي كنوصل لكاع جماهير الوداديه، الوداد راه تحارب وانتم هما يعني كما تنقولوا حنا الجدار غادي نقدروا نطاكيو من الدرع من هذا، يعني من يعني يكون واحد الدرع واقي من هاد الاعداء هادو اللي دائما كيشوشوا على فريق الوداد الرياضي، باش بالنقاش الهادف كما قلت يا خويا يوسف، وايضا باننا ما نساقوش وراء حملات اللي كتكون ممنهجه. فمع كامل الاسف شفنا مجموعه من الصفحات اللي كتهاجم مكونه دابا في هذا الوقت هذا، وكتعني بزاف د الحوايج اخويا يوسف كيبان لك داك الشيء ممنهج. وهذا الراي ديالو اخويا يوسف بما يخص يعني واحد، عطيتك بحال واحد الصوره شامله للراي ديالي انا في الاحوال ديال فريق الوداد الرياضي. نعم، يعني حينما أقول يعني الصرح الودادي، فهو الوداد دائما عند الرجالات ديالها منذ التأسيس ديالها في الوداد، ماشي أنا ولا أنت ولا يعني واحد وي منظومة يعني مبنية على الأسس الصحيحة. حينما أقول مقاومة، فالمقاومة دائما حاضرة في وداد البيضاء، والرياضي حينما أقول رياضي الوداد الرياضي، فالمقاومة حاضرة في كل حين. وحنا كانت المقاومة هي هذه اللي كنعيشوا دابا، المقاومة ضد الأفكار الداخلة على الجماهير الودادية، يعني عدم استقرار. إلى متى غيبقى هذا يعني نقولوا هذا يعني التشكيك في الإدارة؟ فالإدارة عطينا الثقة، عطينا الرئيس الثقة، فخليه الرئيس يخدم. جاب مدرب اللي هو كفء وكل شيء كيشهد عليه بالكفاءه ديالو، فعلاش نخليه يخدم 5 المباريات 6 المباريات ومن بعد نحاسبوه من بعد. فالنتيجه لما مشات تيقون راه ماشي انت اللي غتقول، فالاداره غتقول والجماهير بيان سور. وعندك واحد يعني حاجه مهمه، هي واحد الجمهور اللي هو كبير، اللي ملي كنقولوا انه الوينرز، ف الترا الوينرز كتبذل مجهود، لانه ملي نشوفوا البلاغات اللي كتصدر بعد كل يعني ظلم كيحصل الوداد، فكنشوفوا انها محفزه، وكذلك عندها الدور ديالها من اجل اخذ يعني الحق ديال الوداد. هذا يعني كمدخل وكتوطئ على هذه الحلقه، لانه سعدت انك تكون معايا السي اسماعيل. والهدف من هذه الحلقه هو صراحه العالم الاحمر هي واحد القناه اللي هي وداديه، والجميل فيها هو هذه البادره اللي انا تواصلت معك، فبادره جميله جدا انه توفير البطاقات للاشتراك. وصراحه احيي كل الناس اللي كيشاركوا في هذه المبادرات اللي كنقولوا انهم مبادرات تكافل، مبادرات ديال ما نكونوش فيها انانيين، فاحنا عائله، والعائله دائما كتكون يعني متماسكه، وكذلك كاين التكافل وكاين كما غنقول التضامن. فالتضامن هو في الفرح وكذلك في اي حاجه. فانا نمشي للتيران وغادي نفرح، نقد انا مثلا ملي غنمشي ما ناديش هذاك الدور اللي غيديروا واحد الانسان اللي ما عندوش الامكانيات. فمثلا غنمشي انا نقد نجلس في كرسي ونبقى نتفرج، ولكن واحد اللي ما عندوش مسكين غيمشي ويشجع مع الوينرز وغيبح صوته وغيبذل مجهود. فهذاك الانسان هنا جات الفرصه انه هاد المبادرات اللي كيكونوا اللي منهم انهم بطاقه الاشتراك. كانت البادره اولا ديال ابجليل القصبان. تحيه لخويا ابجليل، انا كنقول الاخ ديالي ابجليل، لانه ابجليل من اناس والصحفيين اللي صراحه كيبذلوا واحد المجهود. هو كيقول لي انا ما كنبغيش يعني نتفاخر، ولكن هو كيقول لك انه مزيان انه نقلوا هذا الشيء ونبارطاجيوه. لانه انا صراحه تواصلت مع بجليل، كنت درت واحد البادره مع واحد جمهور صراحه عزيز عليا انه يمشي للتيران ولكن ما عندوش، فدرت بادره انه الحمد لله. وقال لي لا ديرها وصورها وديرها باش تحفز ناس اخرين يديروها. لانه مثلا انا مثلا كنمشي للتيران بلا كريديتاسيون، يعني بالبادج ديال الجورناليست، يعني ما كانش هذاك التيكه اللي غندخل بها التيران، لانه انا قبل ما نكون صحفي ما كنت جمهور. انا ملي ما ندخلش بلا كريديتاسيون ضروري انني نمشي نخلص تيكه فهذيك التيكه اللي غنمشي بها انا عطيتها لواحد الانسان اللي غيستافد وغيمشي يتشجع. هذا الشيء ماشي غير كان انا، فكاينين بزاف الناس بحال يوسف قطبي. هاد الناس اللي خصهم يعني يتعاونوا.
والبادره غنخليك انت تهضر عليها اسماعيل. الله يحفظك اخويا يوسف. انا بالنسبه لي هذه البادره هذه كانت يعني بادره اللي منذ الاعلان على يعني توفير او طرح بطائق الاشتراك في الموقع، فمنين شفت هذوك البطاقات فقلت علاش اللي ما نقدروش نديروا واحد الحمله، خصوصا اننا سمعنا بعد اسبوع ان ما كانش واحد الاقبال على بطائق الاشتراك. ومن خلال التواصل ديالي مع مجموعه من الناس، لان كيف ما كتعرف انا حال الواتساب لكل شيء، كاع المتابعين كيقدروا يتواصلوا معايا، شي حاجه اللي عادي، حنا عائله دونك غادي نجاوب. لقيت بان بزاف الناس عندهم جوج مشاكل. المشكل الاول اخويا يوسف هو كاين واحد النوع اللي عنده باش ياخذ بطاقه الاشتراك ولكن ما عارفش ياخذها من لو سيت ويب، يعني الكترونيا جات له صعيبه. والصعوبه الثانيه ان كاين بزاف ديال الناس اللي كيموتوا على الوداد وكيبغيو يمشيو يتفرجوا في الوداد ولكن ما عندهمش الامكانيات وباغيين ياخذوا ذاك البطاقه. فانا من خلال برنامج وداد العائله اللي كندير في قناه العالم الاحمر اقترحت هذه البديل على الاخوه الناس ديال الجاليه، لان اكثر كندير لايف مع الطلفه من المنطقي ان يكون عندي الناس ديال كندا ديال الميريكان ديال يعني الناس كانوا يعني متحمسين بواحد الشكل كبير، لدرجه ان درنا يعني من اول حلقه جمعنا 6 البطاقات وفرقناهم، ولكن منين درنا قرعه ودرنا السحب ديال هذوك الناس بطبيعه الحال تواصلنا معاهم، شفنا بان الامكانيات الماديه ديالهم يعني ما عندهمش بصح، لان مجموعه من الناس راك عارف غادي يكون عنده هو ولكن يبغي ياخذها فابور. مع كامل الاسف طحنا في هذا ليكا، ولكن من بعد يعني كنشكر الاخ امين هوزان اللي بطبيعه الحال كان كيتنقل عند هاد الناس، لان بصراحه ما عرفوش كيفاش يشريو هذوك البطائق، كيفاش ياخذوهم، وكيصيفطوا لك واحد الكود ديال كاش بلس وكتمشي يعني تخلص له انت، هو كيمشي ياخذ البطاقه من ديك الساعه من بيرجيكو ولا بن جلون. فبالتالي تحمسنا، جمعنا يعني حلقه واحده جمعنا 6 البطائق، درنا قرعه فرقناهم على الناس 6 البطائق. دابا الان كاينه حمله ديال 10 البطائق الحمد لله، فانا غادي كنجمع المتبرعين هادو كلهم مشاهدين ديال برنامج وداد العائله، اللي يعني انا ما عندي حتى تدخل، يعني انا فقط كنت سبب، يعني ما ساهمتش، انا فقط وحنا دائما كنكونوا سبب، علاش لا؟ ما كاينش مشكل. وي انا مثلا من قطعك اسماعيل نشاهدوا هذا الفيديو ديال احد جو بونس المستفيدين اللي توصلت به، يعني ديال من بعد المستفيدين ديالك، نسمعوا ليه. وي السلام عليكم سي اسماعيل، صافا بخير؟ لاباس عليك؟ هذا الفيديو بمناسبة ديال الحصول على البطاقة ديال الاشتراك السنوية، كنشكركم بزاف، وحتى الولد ديالي فرحان حتى هو، جميع من ساهم في هاد البادرة الطيبة، وكنشكركم عليها وعاونتونا بزاف باش نمشيو ندخلو التيران حنا وليداتنا وفرحتونا، الله يجعل في فرحكم. شكرا جزيلا السي اسماعيل، وشكر موصول للناس اللي ساهموا في هاد البطاقة، لا من بعيد ولا من قريب، اولهم انت اخي اسماعيل، الله يبارك فيك. شكرا ليك بزاف، وكنتمناو بادرة اخرين يستمروا ويستافدوا من الناس اخرين. السلام عليكم، تحيه لجميع الوداديين والوداديات. درت هذا الفيديو باش نشكر فيه خويا اسماعيل مول لاباج ديال العالم الاحمر، ونشكر فيه كاع الناس اللي ساهموا معاه، وبغيت نقول لهم بعد المشاركه ديالي في الطومبوله ديال لي كارت، والحمد لله التاليه الفوز بها، توصلت بلا كارت ديالي. كنشكركم كاملين، كنشكر سي اسماعيل، وكنشكر كاع الناس اللي ساهموا معاه في هذه الاكتيفيتي. شكرا بزاف. ناوي عبد العزيز، ربحنا معاك اخويا، شكرا بزاف. مصداقيه والشفافيه، هيا لك، هيا اخويا اسماعيل تنشكروك، هيا من امام بن جلون ديما وداد. ما عندي من زعما هادشي انا صراحه هذاك الوليد وشفت الفرحه ديالو، فداك الشيء كيبورش زوين اصاحبي انه نشوفوا بحال هادشي. وي شنو درنا كاع، يعني هاد الناس شنو داروا؟ فهاد الناس اللي يشاركوا او اللي ضامنوا وخلاو انه هاد الوليدات فرحان، العائله اللي ما عندهمش يمشيو للتيران، والهدف الاسمى هو انه الفريق كيستافد. وهاد المبادره هي مبادره اذا خديناها من واحد الناحيه، راه هاد الناحيه مهمه للفريق
الوداد الرياضي انه كاينه واحد المفهوم العائله فهو مفهوم باين. الاخت سميه صديقه البرنامج وكذلك اللي كتقول انه خصنا نختاروا الناس اللي يمشيو. شوف النيه صادقه، والنيه ملي كنقول النيه صادقه فغتوصل لواحد الناس اللي غيكونوا حتى هما عندهم مسؤوليه. ما يمكنش انه ياخذ واحد البطاقه تعطاتو واحد الثقه تعطاتو وغيمشي يدير الشغب هذا. فاحنا دائما ننهي الى علمه المشاهدين او العلمي الجماهير اللي غادي تمشي تشجع الوداد، وانا كنشوف ودائما كنشوف بانه كتفاهم وكتجاوب مع السلطات وبالصف وكيفاش كتدخل. والله العلي العظيم ما كنرمي له ورود، ولكن هادشي راه هو اللي كاين، راه الصف وكتسمع رغم انه كاين استفزازات وبعض الامور اللي كنشوفها. فالجماهير الوداديه كيفاش كتخرج من التيران هذاك الشيء راه شفناه في الكوب دافريك في الرباط، شفنا هذاك المشهد اللي تنقلاته الوسائل الاعلام العالميه. فما يمكنش انه الجماهير تمشي ودير هذا الشغب الا الا كان استفزاز. فهذه رساله الجماهير الوداديه لا نعم للشغف ولا للشغب. تفضل اسماعيل. تبارك الله عليك. خويا يوسف، غير باش نوضح واحد النقطه اللي هي مهمه. علاش انا اختاريت يعني هاد الفيديوهات؟ راه يعني بطبيعه الحال هما ماشي كتبزز عليهم هاد الناس يصوروا ولا شي حاجه، كتقترح عليه باش حتى الناس اللي كيعطيو فلوسهم كيعرفوا بان فلوسهم بصح كيتشراو بهم بطائق، وبصح واخا الثقه كاينه الحمد لله، ولكن هاد الفيديوهات كيحفزوا ناس اخرين وكيخليو ان حتى الناس اللي عطاو فلوسهم ما كيبقاش داك. واخا الناس كلهم اللي تبرعوا يعني الصراحه اصدقاء ديالي يعني بداو معايا، يعني ملي بديت كندير هذا البودكاست هما معايا تقريبا شي 3 سنوات دابا، والناس اللي يعني اوفياء كيتفرجوا الثقه كاينه الحمد لله. ولكن هذا الشيء ماشي يعني بزاف الناس يقدروا يفهموها غلط. فانا كنوضح هذه النقطه بان هاد الفيديوهات راه الناس داروهم بمحض الاراده ديالهم، وبغاو يبارطاجيو انهم خداو لاكارت وفرحانين بلاكارت وفرحانين بانهم خداوها ويمشيو يتفرجوا في الوداد، وبغاو يحفزوا ناس اخرين باش يشاركوا وباش حتى هما يعني يتبرعوا. حنا شوف انا بالنسبه لي الناس اللي غير باش تعرف اخويا في واحد النقطه واحده اخرى، بزاف الناس اللي تشجعوا مشاو عطاوها لعائلاتهم. يعني كتلقى مثلا بحال واحد السيد بدون ذكر اسماء ساكن في بلجيكا، فهو تواصل معايا قلت له شوف الا كنتي انت كتعرف شي واحد ما فحالوش ودادي وغيمشي يتفرج وغيعاون الفرقه في التيران بالتشجيعات ديالو وغيمشي يتفرج ما يخليش عنده ديك لاكارت غير ديكور، تواصل معاه وصيفط ليه فلوس ياخذها هو لراسو من الاحسن. يعني هذا هو الاقتراح الاول. يعني حنا كنشجعوا، ماشي ضروري يدوز من يعني من القناه ولا يدوز من المنبر ديالنا، لا حنا كان من خلال المنبر ديالك اخويا يوسف ومن خلال هذا اللايف هذا كنوجه رساله لجميع الوداديين. ماشي ضروري انك تدوز يعني من شي منبر باش تتبرع، حاول تتبرع فصدقه صدقه في المقربين اولى. حاول شوف عائلتك، راه كاينين وداديين، شوف راه كاين ناس ما فحالهمش. عاد ديك الساعه الا ما لقيتيش، عاد ديك الساعه تقدر تجي عند اي منبر اللي كيدير هذه القضيه ديال سواء كيف ما قلتي بالنسبه ليتيكي اخويا يوسف او لا بالنسبه للبطائق للاشتراك. وكاينه الان ان شاء الله حمله اللي غادي نوصلوا 10 البطائق ان شاء الله، ونديروا شي قرعه نشوفوا ناس اللي عاوتاني ما فحالهمش وكل شيء. حنا كما قلتي انت كنكونوا غير سبب، وان شاء الله من هنا قدام مازال كاين خير. غنحاول يعني ناخذ حتى واحد 3 ديال التونيات الجداد اللي تطرحوا حتى هما نديروا شي قرعه نفرحوا بهم شي هاد القرعه اسماعيل، هاد القرعه غندير واحد هاد القرعه ندير واحد الكولابوراسيون بين العالم الاحمر وهذا المنبر. وهذا بغيت انا هاد المشاهد، حيت واحد المشاهدين عندنا وحق الله العظيم اسماعيل، انا نقول لك ملي بدا هذا البودكاست الرياضي فما كرهتهمش انهم يستافدوا من هذا القميص، لانه انا صراحه غندير انا دي كيف واي. ما بغيتش ندخل في هذاك كيف واي هادشي لانه تجيني غريبه. انا نقول لا انا ما كنعتبرهمش كيف واي الصراحه. لا دابا هاد الناس هادو اللي كيتفرجوا فيك تيتسناوك تناقش فناقشوا، ولكن حتى هما يستافدوا من تونيد الوداد، يستافدوا من. انا والله الا عندي جوج تونيات ديال الوداد، ديال هذا ديال دار الريبير اللي درتها يعني
توني هذا وي. اللي لابسو، فعندي جوج وبغيت نربحهم، ولكن مع بغيت نربح شي حاجه جديده، هادشي اللي كاين. فتحيه اللي كيتبعونا، تحياتي مزيان لكم. اخويا يوسف. نمشيو مرحبا اخويا يوسف، نديروها ولا العشاء. حتى نديروها ان شاء الله. مرحبا مرحبا. مرحبا. فهذه كما كنقول، هذه يعني حلقه غتكون كذلك متاحه في القناه ديال العالم الاحمر اللي وي كتكون وي. في يوتيوب. فدخلوا دخلوا عند اسماعيل، هجوم عند اسماعيل، وتبعوا اسماعيل، الله لانه يحفظكم. المحتوى ديالو ما كنطلعش اي واحد صراحه. باش ما كنطلعش اي واحد، اي انا واحد والله الا كيطلع شوف معايا باش غير تعرف بحال هاد لي لايف، نطلع كونسيبت زوين. شو انا المنظر بعدا ديال ليماج، غير هو كيعاتبوك اسماعيل على واحد 3 نجيمات لتحت، فاسماعيل غيدير لهم الفوتوشوب ويقادهم هذوك شنو النجيمات هما كيقول لك. هادو ديال التنين، اه هادو راه طاحوا غير بالتصبين، راه كانوا واضح واضح الوضوح الشفافيه. لا لا، باش يشوفوا عرفتي الناس شحال من انه. واحد سولني عليهم. لا انا شوف، انا خرجت لكم، وي وي. انا خرجت لكم. ها انتم هو في الحيطه سيدي، واللوغو زوين مزين. فشوف، فريق 5 نجوم 5 اطوال، فريق جميل. لا ما كاينش. اما هادو ديال التوني اخويا، مع التصبين راك عارف الماكينه الصابون، الماء السخون صافي تيطير داكشي. اصعب باش تلقى شي برودوي يصبر لك يعني مده. وياه لا، حنا شوف الشارع الوداديين راه كيسمحوا في كل شيء الا النجمات. انا راه هذه ما بلاتي. ها انت اخويا بلاتي نشوف، ها انت ما 3 نجمات صافي. لا تعاتبونا ولا شي حاجه. اسماعيل راه نقول ليه يرسمهم دابا. نمشيو اسماعيل لتشكيله فريق الوداد الرياضي و ياه لائحه المستدعات. فلائحه المستدعات هي لائحه ما فيهاش شك انه لائحه هي اللي معروفه، مع بعض الملاحظات اللي صراحه غياب بعض اللاعبين اللي غنقولوا لاعبين كنتسناوهم دائما. ما تعليق حول التشكيله اسماعيل قبل ما نطرقوا لها؟ خويا بالنسبه لي انا الان يعني مكونه، فهو الى عقلتي ما غاديش نديروا واحد المقارنه بينه وبين توشاك، ولكن انا بالنسبه لي المدرب اللي دائما كيبدا البطوله باللاعبين اللي هما بداو معاه الباسيون ولا بدا معاه المعسكر، فالمدرب بعدا كيحترم راسو. لان علاش ديما دوك لي زيليمون اللي كيكونوا جداد فكيبقى يدخل بهم بشويه. لاحظتي دارها مع نيانغ، فكنظن بان حتى البرازيليين لا ارتور وينديروسكي ولا رينان اللي كنظن عاد خرجت البطاقه الدوليه ديالو، غادي يدخل جميع اللاعبين بواحد الشكل كما تنقولوا حنا تدريجي. فبالنسبه لي التشكيله ما غتخرجش على المعتاد، يقدر يكون التغيير شيئا ما يعني في الهجوم. راه باين كنظن بان ناسي الشادلين يانغ غادي يبدا يكون هذا هو بالنسبه لي الهجوم يعني الرسمي. اما بالنسبه لوسط الميدان فكيبان لي بان العنصر اللي غادي اللي باين كيبني عليه مكون اللعب فهو الساخي، يعني باين فهو الساخي. كيبقى ديك القضيه ديال ما بين الزمراوي محروس واش غنشوفوا مبارك. كنظن بان غادي يدخل بال11 اللي لعب بهم يعني المقابلات اللي فاتوا، وغادي يعطي يعني دقائق اضافيه للاعبين اللي يلاه جاو. زعما بالنسبه لي هذه كملاحظه اوليه. انا نمشيو كذا. التشكيله هي 23 لاعب. التشكيله عوده رجوع او عوده يوسف مطيع بعد التشافي من اصابه. غالبا يعني حراسه المرمى غتكون ما بين مطيع او عبد العالي المحمدي. عمر أقزداو، يعني التناوب كيوقع في النداء على اللاعب او الحارس الثالث، فبعد ابو بكر با فاليوم كينادي على الحارس الشاب عمر أقزداو. وجمال حركاس محمد مفيد زكريا ناسيك ايمن ديراني نبيل مرموق، والمنادات على عبد المنعم مطلب عبد المنعم بوطويل عفوا، اسامه محروس حمزه الساخي اسامه الزمراوي اسماعيل بن خطيب بيدرينيو ارتير ريدونسكي لاعب برازيلي، المهدي مبارك وليد ناسي نسيم الشادلي محمد الرايحي وكاسيوس مايلولا، الموريتاني بوناسيدا عمر
ومعاد أنزو والسنغالي مباي نيانغ. هذه التشكيلة اللي نادى عليها لملاقاة. بالنسبه لي اخويا يوسف واحد المعلومه مهمه لو سمحتي. تفضل تفضل. انا بالنسبه لي العوده ديال بونا عمار، وي خويا غير كاين واحد شويه ديال الديكاراج. قلت لك بالنسبه لي العوده ديال بونا عمار غتكون في صالح الفريق، وحتى بطول الاستدعاء ديالو راه كنظن بانه نقص واحد 5 كيلو بعدا الحمد لله بطويل، يعني عنده الجديه في التدريب. هذه هي المعلومه اللي اونتر بارونتيز بغيت نقولها، حيت بزاف الناس قال لك ربى الكريشه الى غير ذلك، فهو يعني راه كان مصاب بعدا غير باش يعرفوا الناس يعني مؤخرا، وكان ما لعبش واحد المده، فبالتالي المساله ديال انه يزيد في الوزن فراه مساله طبيعيه. واللي عجبني اكثر هو الاصرار ديالو في التدريب، انه قدر ينقص من الوزن ديالو 5 كيلو، وان شاء الله مازال يقدر يزيد واحد شويه. فبالنسبه لي الاضافه اللي غادي تكون ديالو في الدفاع على مستوى انه غادي يعاون الديفونس في انه يفهم لو سيستيم دو جو ديال موكوينا. بالنسبه للتواصل ايضا لانه حافظ السيستيم دو جو، وكيف ما كتعرف اخويا يوسف موكوينا كيلعب بثلاثه فلاكس، ديما اكثريه الخطه ديالو كيلعب بثلاثه فلاكس، فبالتالي بوطويل غادي تكون عنده اضافه مزيانه للدفاع على مستوى الانيماسيون دو جو. وايضا الا بغينا نهضروا على بونا عمار اللي انا بالنسبه لي في هذه الفتره يقدر يكون احسن من الزمراوي الى حلوا معاه المشكل الاصابه اللي عنده اخويا يوسف. انا هادشي كنت باغي نهضر عليه. نعم، يعني هي تشكيله صراحه اللي كيتحكم فيها هو ماكوينا، وحنا ما ندخلوش في يعني في التشكيله ديالو، ولكن كيبقى هناك اقتراحات، هناك يعني خيارات عديده، خصوصا بعد نهايه الميركاتو وتفعيل بعض يعني انتدابات اللي هي كانت في المستوى. كنتسناو غير الفعاليه ديالها، كان التفعيل وخص الفعاليه، هذا هو الاهم. اسامه بيتي داخل معنا اللايف في كومونتير، دخل اصاحبي ما تحشمش شك هكا تكوموندي. تحيه لاسامه بيتي. يقول اسامه الصحفي الرائع، يقول السلام عليكم ورحمه الله، المرجو من جميع الوداديين الخيرات في قناه اليوتيوب الوداديه ومشاهده فيديوهات من اولها الى اخرها، البارطاج على اوسع نطاق. اليوم فيديو جديد ورائع. انا شفت الفيديو صراحه، حيت راه ما يمكنش ندوزو، راكم عارفين فالحقوق، ولكن تنطلب من يعني راه اللي كاين عنده لاحو اسامه يعني بعد انتهاء اللايف. الا بغيتو تشوفوا دابا شوفوه، ففيديو رائع شفتو، جميل جدا ان يكون هذا العمل ديال الديجيتال مزيان هذا العمل. هادشي كيخلينا انه نفتخروا بالصفحه الرسميه ديال الوداد. تفضل اسمع. وي خويا يوسف، انا بالنسبه لي الفريق ديال الديجيتال ديال فريق الوداد الرياضي، فكنظن بان حتى هشام يتمنى في الخروج ديالو مع في راديو مارس قال لهم بان مازال غيخدم على الديجيتال اكثر، فخصنا نكونوا شويه صابورين، راه ما يمكنش يتقاد كلشي بدقه واحده، ما يمكنش. اما بالنسبه للاختيارات ديال المكونه، فاحنا كنمشيو دائما في نقاش يعني التشكيله المحتمله، يعني كنقولوا الاراء ديالنا فقط، ماشي يعني غير التوضيح، باش ما كنبغيوش نفرضوا شي تشكيله او لا بداك الاسلوب ديال لا خصو يكون هذا احسن من هذا، يعني كتبقى اراء تختلف، ولكن في نهايه الامر فاحنا هذوك 11 اللي دخلوا فاحنا موراهم، ما كاينش مشكل اخويا يوسف. نعم، يعني غدا غتكون مقابله في تمام الساعه 6 مساء. الجماهيريه مدعوه لمسانده الفريق. غالبا يعني الملعب غيكون يعني ملعب اسامه كيقول لك اسماعيل يعني عجبو التحليل ديالك يا سي اسماعيل. تحيه اسامه. الله يحفظك، اكون صيفط لي واحد الايميل باش يدوز معايا ساعه يمكن ما قراش. لا هو قرا. اسامه شوف، اسامه من الصحفيين اللي ما كيقولش لا صراحه، كي وي ما خلينا تبارك الله. يقول لك كتشكرو حيت صاحبك ولا شي حاجه، ف لا اسامه من الناس لا شوف تيدوز في اي طلب واي هدف اسامه وكتستافد منه. تحيه لاسامه بيتي.
الصحفي خويا تحيه ليه كبيره خويا، تبارك الله عليه. عنده واحد كما تنقولوا واحد ملي كيكون الانسان تبارك الله متمكن من المهنه ديالو، فبطبيعه الحال كيبان اخويا يوسف على مستوى التحليل، على مستوى الرؤيه ديالو الشامله او الشموليه ديال الموضوع اللي كيناقشوا. فبزاف ديال الحوايج اخويا كيبانوا من خلال الانسان اللي كيطرحهم، بعدا عاد كتمشي تشوف حوايج اخرين. راك عارف احنا الحمد لله كودادين فما كاينش مشكل، كندعموا بعضياتنا، خصوصا الناس اللي كيكونوا كيستاهلوا فراه كيكونوا باينين. والسي اسامه واحد منهم، وانت بطبيعه الحال اخويا يوسف واحد منهم. وكيف ما قلت لكم انا كودادي كنفتخر بكم انتم كصحفيين اللي كتعلنوا الانتماء ديالكم. هذا الشيء هو اللي انا كنقلب عليه وكنشوف فيه المستقبل الفريق الوداد الرياضي، باش يكون عندنا كما قلتي انت خويا يوسف واحد الدرع حامي. خصنا نتجندوا كصحفي، يعني انتم كصحفيين وحنا كمؤثرين، باش نديروا واحد الدرع اللي يكون واقعي في ظل ما تعرض له فريق الوداد الرياضي منذ المجموعه الوطنيه الى غير ذلك حتى الى حدود الساعه. وقيلا المجموعه الوطنيه كتفكرنا هاد الايامات. وتحيه ما بغيناش نرجعوا لهذيك الايام. وتحيه المديريه ديال التحكيم اللي اليوم اعلنت على عرفتي باش تعرف الحكام. باش تعرف الحكام راه خصك تبحث وخصك هذا، وباش تجيب الحكام مزيان ما يعلنوش عليه، ولكن حنا بغينا نعرفوه باش نعرفوا شكون اللي يحكم، باش نديروا عليه الضغط. ولكن راه عنده مباراة، عنده مقابله ومهمه بالنسبه ليه، لانه مقابله خصو يكون عنده كاريزما كبيره. حنا الجماهير الوداديه كتظن الجماهير الوداديه باغا غير الحياد. شوف السي البارودي الله يرحم الوالدين، داك الشيء اللي عليك وحكم بالحق، حكمها بالحق. ما تعطينا بيلانتي ماشي ديالنا، ما بغينا على الحق. ورجعوا للفار شويه السي الكزاز. الحق السي الكزاز خدم الفار، عندك يمشي لكم الاتصال، عندك يمشي لك الريزو، خدموا الفار، رجعوا للفار. والكاميرات الا كان شي اورجو ولا شي حاجه ديروا الخطوط، خدموا معنا سيدي. راه تقصحنا وثلاثه الماتشات صراحه ما بقاوش عاوتاني نتسناو مديريه التحكيم تبرر وتكرر، ولا نبقاو نكونوا عطونا حقنا الله يرحم الوالدين. ولا بقات في هكا راه مشكل حنا ما بغيناش ندخلوا في هذيك القضيه ديال نظريه المؤامره. والله الا بقات في هكا غيبقاو لا الجماهير شوف غتشوف المستوى غدا غيتحسن ان شاء الله، وتشوف مع نتيجه ايجابيه. وعلاش لا؟ الحق راه مع الحق والظلم ظلمات. نمشيو اسماعيل، لانه كنقول انا وغدا المقابله غتكون في تمام الساعه 6 حضور الجماهير. تحيه للمكتب اللي صراحه المكتب اللي دافع على واحد القضيه، لانه بعض الجماهير صراحه تفاجات اليوم بطرح واحد الكميه ديال التذاكر في زون 2 بعد انه تقادت بالامس. فنبغي نوضح بانه التذاكر ديال زون 2 المسموح بها تعطات كلها في نهار واحد. اش وقع؟ علاش دفعه اخرى؟ لانه كان هذاك ليسباس ما بين زون 2 جو بونس هذيك لا زون الاخرى كيبقى واحد الفرق، واحد الكراسه كيبقاو شاغرين اللي تحت من هذاك الباساج ديال البومبيه. فالبارح في اللجنه او في الاجتماع ديال اللجنه التقنيه بحضور المكتب ديال الوداد الرياضي والسلطات الامنيه، فالمكتب طلب انه استغلال هذوك المقاعد واخذ ورد وهذا، وبانه ضمانات بانه الجماهير الوداديه ما كدير الشغب، بانه لا علاش غادي نفرقوا هذاك المقاعد، بانه الجماهير راه فحال واش اش يوقع. ودايوغ الفراج ديال فريق الوداد هو الوينرز اللي غدا غترفع الباش ديال توغيدر فور ايفر، لانه الماتش الثاني ديال البطوله في الميدان. فدائما الوينرز هذه عاده انه كيطلعوا توغيدر فور ايفر او فور ايفر توغيدر. فبقى هذاك ليسباس علاش؟ لانه ما كاينش دوز الترا ولا هذا، كاين الترا وحده، فنستغلوا هذاك ليسباس. وفعلا تحيه للسلطات اللي سمحت لهذا، وفعلا ديك الساعه طرح العدد ديال هذا توضيح من بعض العناصر او من بعض المصادر الخاصه اللي وضح لي هذا الشيء اللي وقع. تعليق اسماعيل؟ خويا كان واحد التقطع
ما عرفتش واش كونيكسيون عندي مزيان انايا اخويا يوسف. راه حيت فاس من هنا لفاس وي 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 ما سمعتش اخر حاجه قلتيها، ولكن اخر حاجه سمعت هي توغيدر فوريفر. بطبيعه الحال اخويا يوسف كنظن هذه بادره اللي مزيانه، وكيبان لك بان المكتب دائما هو كيحاول يمشي في القضيه ديال خدمه الجمهور، بعد ما انه ديك القضيه ديال 900 درهم في لاكارت ردوها حتى 600 درهم، وغادي يردوا يعني الاثمنه بالتدريج للناس. فكيبان لك بان هذا المكتب كيفكر الجماهير، وهذه شي حاجه اللي مزيانه. الدفعه الثانيه اللي دارت ديال التذاكر بطبيعه الحال كتبين على ان مستقبلا كيف ما قال يتمنى فاش نرجعوا ان شاء الله للدونور، وكنتمنى ان التاريخ ديال ان شاء الله في 2025 جونفي نكونوا يعني وصلنا لان دونور فتح، لان غادي ديك الساعه غادي نقدروا نعاونوا فرقتنا اكثر، لان كيف ما كتعرف بان المدرجات اكثر، السعه ديال الملعب كتهز اكثر بالنسبه للجماهير. فهذا الشيء كامل غادي يمشي بينا، لان الحمد لله غادي نمشيو بتطور كما تنقولوا حنا درجه بدرجه حتى نوصلوا ان شاء الله لذاك يعني كما تنقولوا الجماهير والاداره يكونوا بجوج على خاطرهم. كما تنقولوا الاداره على مستوى الموارد الماليه ديال يعني ديال المشجعين ديال الجماهير، المداخل ديال الجماهير، وايضا الجماهير تلقى اماكن فين تاخذ التيكي ديالها اكثر، وفين يعني تدخل الملعب اكثر. وبطبيعه الحال هادشي كلشي راه في صالح الفرقه. وايضا حاجه واحده اخرى اللي مهمه هو التوقيت ديال المقابله. ف البرمجه ديالها مع 6، فاكيد الناس غيكونوا اغلبيه كيف ما كتعرف كيساليو مع 5 ونص الخدمه ديالهم حتى 6 ماكسيموم. فغادي يكون واحد الاقبال اللي هو كبير. هذه حاجه طبيعيه انهم يمشيو في نهار واحد. راه كنهضروا على فريق الوداد الرياضي يعني شعبيه اللي كبيره بزاف، وهذه مساله يعني طبيعيه. خاص يكون شويه ديال كما تنقولوا حنايا واحد شويه ديال بنادم يكون لبيب، يعني غير بشويه يعني تقدر تشوف بان التيكيت سالات ماشي مشكل. المهم راك عارف انت كودادي بان التيران غيدور. فهذه حاجه مزيانه يعني للفريق، وايضا على مستوى التشجيع المعنوي بالنسبه للاعبين، وعلى مستوى المداخيل. فما كاينلاش يعني بعض الجماهير انها يعني تقلق ولا شي حاجه لا قدر الله، غير يعني ما تفرجيش في الماتش، فرج الماتش الجاي. غير هو اللي تكون عارف 100% ومتاكد منه بان الفريق ديالك راه اللي دخل غادي يجلس في ذاك يعني في ذاك المدرج باش يشجع الفرقه، راه غادي يخرج يعني الحنجره ديالو باش يشجع الفرقه. هذه اهم حاجه اخويا يوسف. وبالنسبه ان شاء الله ملي نرجعوا للدونور كنظن بان ما غيبقاش هذا المشكل ديال يعني ديال التذاكر، وغادي يتوفروا تذاكر اللي هما بحجم فريق الوداد الرياضي، وايضا الملعب غيكون في قيمه فريق الوداد الرياضي. نعم. كنشكرك اسماعيل المرور ديالك عبر هذه الصفحه المتواضعه ديال يوسف قطبي، وكنضربوا موعد كذلك في لايف اخر اللي غيكون مستقبلا. نحدوا ليه موعد وغنديروا ليه واحد البوست من اجل انه هذوك يعني الهدايا نقدروا نديروا واحد التنسيق. فتحيه لك وتحيه للمشاهدين ديالك واللي غيكونوا كيشاهدوك دابا في الصفحه ديالك في اليوتيوب. تحيه لك. شكرا لك خويا، شكرا لك خويا. شكرا سي اسماعيل. فتحيه لاسماعيل. كان معنا قناه العالم الاحمر، قناه زعما صراحه بغينا بحال هاد القنوات اللي كتخلي انه المشهد الكروي وخصوصا الودادي يناقش مع ضيوف وكما كتشوفوا النقاش كيكون بناء. فتحيه لكم.